طبعا كلنا عندنا نفس المشكله دي، اي نجفه عندنا بالشكل ده لازم بتتكسر لو معانا اطفال. اوعي بقى ترميها وتعالي كده لما نشوف هنحولها ازاي لفاز. زي ما انتم شايفين عايزه داري بقى القطعه اللي كانت مكسوره عندي دي، هنجيب اي قطعه قماش ونبدا نشدها زي ما شفتوا كده، وبعد كده بالشمع ونقص الزوايد. وبعد كده بقى عايزين نعمل لها قاعده عشان هي كمان مفتوحه من تحت. هنجيب قطعه من قماش الجوخ او اي كرتونه او اي قماش موجود عندك، مش شرط نفس قماش الجوخ، وهنجيب خيط الخيش. بعد كده هنبدا نعمل كوستر صغير زي ما انتم شايفين كده لحد ما هنوصل للمقاس المطلوب. وبعد كده هنثبته بقى في القاعده من تحت، هنلفه كله بالشمع عشان يثبت معانا كويس. وهنبدا نكمل بقى عليها، هنغلف كل النجفه كلها كامله، او القطعه اللي معانا المدوره دي هنغلفها كلها. الخطوات هتمشي بالتسلسل زي اي حاجه بنعملها. عايزه اقول لكم الفكره حلوه جدا وهايله جدا، واصلا اتحداكي ان حد يعرف دي كانت ايه. اللي هيشوفها هيفكر ان هي فازه جاهزه. طبعا بقى عندي بكر الخيش ده كتير، استعنت بالبكره بتاعته او القطعه بتاعته دي، هي اللي ادتني نفس الشكل بتاع الفازه اللي انا كنت عايزه اعملها، وثبتها طبعا كويس جدا مستحيل تفك. وهنبدا نكمل اللف بتاع خيط الخيش عليها لحد ما هنخلصها كلها. شايفين الفينش؟ شايفين جاهزه معايا ازاي؟ اكنها حقيقيه بالظبط. طبعا هدير مش هتسيبها بالمنظر اللي فوق ده. هجيب بقى الشريط ده وهبدا اثبته عشان اغلفها خالص وما تبانش خالص ان دي كانت اعاده تدوير. وكانت جاهزه معايا. ما تنسيش تكتبي لي رايك وسيف وشير، ونعمل متابعه لو اول مره بتشوفيني.